التشتت حاجة أكيد كلنا بنعاني منها، إذا كانت في المذاكرة أو في الشغل، فبالتالي هي بتأثر على إنتاجيتنا في الحاجتين دول بالسلب. بالتالي إن شاء الله إحنا خصصنا الحلقة ديت أول حلقة في السلسلة الجديدة. في الحلقة ديت إحنا هنتكلم باستفاضة عن التشتت. إن شاء الله الحلقة مش هتكون كبيرة، الحلقة ديت من سلسلة جديدة اسمها لحياة أفضل. هنتكلم إن شاء الله عن التشتت في الحلقة ديت إن شاء الله بعد الانترو بإذن الله. أكيد لما بتيجي تذاكر أو بتيجي تبدأ أي حاجة بتلاقي حاجة طلعت لك من تحت الأرض، تلاقي رسالة، تلاقي حد من صحابك رن عليك، تلاقي مكالمة من أي حد بقاله 100 سنة ما رنش عليك. الحاجات دي بتحصل معانا كلنا، مش معاك أنت لوحدك. خلاص أنت توكلت على الله ونويت إن أنت تذاكر، حطيت التليفون جنبك على المكتب وفتحت الكتب، فتحت اللاب، فتحت الشغل بتاعك اللي أنت هتعمله، تلاقي رسالة جات لك، نوتيفيكيشن، إشعار أو مكالمة. الحاجات ديت سهل جدا اللي أنت تقدر تتحكم بيها، لكن الصعب وهو التشتت العقلي. أيوه التشتت العقلي اللي انت خلاص توكلت على الله وبدأت تذاكر، تلاقي مخك بيقولك ان في حاجة احنا بقالنا 10 20 سنة ما ذاكرناهاش، مثلا عايزين نبدأ نذاكرها. في مادة متراكمة من سنة أولى ثانوي احنا ما ذاكرناهاش، احنا لازم نذاكرها دلوقتي. في محاضرة من الترم الأول احنا من أول السنة احنا ما ذاكرناهاش، لازم نذاكرها دلوقتي. تلاقي مثلا في شغلك في مشروع الفلاني احنا ما عملناهوش بقالنا فتره، او راكنينه، او كنا بدانا فيه وما اشتغلناش او ما كملناهوش. التشتت دوت صعب جدا ان انت تتحكم فيه. فاكيد احنا هنتكلم عن حل التشتت العقلي، وهي هنتكلم فيها برضك، وهي ان من اسباب التشتت واللي انت دايما في عدم تركيز، وهي الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا. الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا ده بيستهلك من وقتك ومن قواك العقليه. انت اول حاجه طبعا احنا متعودين عليها او اغلبنا بيعملها، وهي اللي انت اول حاجه لما بتقوم من النوم انت بتيجي ماسك التليفون تفقد الاخبار، ايه السوشيال ميديا، ايه اخر نوتيفيكيشن جالك، ايه الواتساب، ايه الدنيا، اشعاراتك ايه هنا واشعاراتك ايه هنا. فبالتالي دوت بيستهلك من قواك العقليه. بالتالي برضك الحاجات اللي احنا بنعاني منها التعامل مع الناس، اللي انت بتتعامل مع ناس كتير وفي بيئة عمل التعامل فيها مع الناس ياما، فده برضك بيستهلك من قواك العقلية. لكن انت ممكن التعامل مع الناس دوت انت تحط في زون معين او تتحكم فيه بطرق سهلة جدا، اللي انت تحاول ما تبذلش قوة عقلية جامدة في ان انت تتعامل مع الناس، ان انت يكون تعاملك مع الناس محدود شوية. اما بالنسبة لو انت شخص بيقعد وقت كبير جدا على السوشيال ميديا، فبالتالي انت لما بتيجي تذاكر او بتيجي تعمل اي مهام في يومك، بالتالي بتلاقي نفسك اللي انت مفيش تركيز، مفيش اي حاجه، متشتت دايما، عقلك مشغول باللي انت شفته، عقلك مشغول باللي انت شفته في السوشيال ميديا، فبالتالي ده بيأثر عليك بالسلب. فاحنا ان شاء الله هنتكلم برضك عن حل هذه المشكله. بالنسبه بقى لحل المشكله الاولى، فاول حاجه انت هتعملها هتمسك تليفونك، تمام؟ دوت سبب البلاوي كلها اللي احنا عايشين فيها. فهتمسك تليفونك، ابسط حاجه تعمل له كتم وتيجي جاي راميه بعيد عنك، ديت اسهل طريقه انت ممكن تعملها. طيب احنا قفلنا دلوقتي النوتيفيكيشن. طيب دلوقتي انا مثلا لو انا شغلي على التليفون والدنيا دي هنتكلم مع بعض قدام عليها. طيب بالنسبه للتشتت العقلي او التشتت الذهني، دي حلها ازاي؟ حل التشتت الذهني او العقلي اللي انت هتجيب ورقه وقلم، مع كل فكره هتجيلك وانت بتذاكر هتبدا تدونها. انا مثلا جات لي الفكره الفلانيه المفروض اعملها، خلاص انا مثلا المحاضره الفلانيه انا ما عملتهاش، فهنجي جاي كاتب ماسك ورقه وقلم ومش جاي كاتب المحاضره الفلانيه انا ما ذاكرتهاش. هتلاقي نفسك كل لما يجي لك حاجه تدونها في ورقه خارجيه او تعمل فيها في ورقه خارجيه، فبالتالي انت عقبال ما تخلص شغلك وتخلص مذاكرتك لما ترجع للحاجه ديت بعدين هتلاقي ان هي حاجه ما كانش ليها اي لازمه اساسا، هتلاقي اساسا ما كانش ليها اي فايده او ما كانش ليها اي صحه. طب ليه بقى؟ لان عقلك بيحاول يهرب من الزون اللي انت حطيته فيها، انت خلاص انت حطيت عقلك في زون ضغط، في زون جديه، فبالتالي هو بيحاول يهرب باختراق اعذار، بالتالي بيحاول يخرجك من زون التركيز اللي انت فيه، بيشتتك عشان ما تخشش في الزون ديت. المشكله التاني طبعا ده المشكله التانيه كانت مشكله كبيره صعبه، فحل المشكله التاني وهو انك تعرف امتى وليه هتمسك الموبايل، امتى وليه وفين هتمسك الموبايل. اهم حاجه كان في كتاب العادات الذريه الكاتب جيمس كلير كان بيقول اللي هو ما كانش بيمسك الموبايل الا في مكان محدد او مكان معين، وهو كان ما بيمسكش الموبايل الا في المطبخ تقريبا او على المكتب او على ترابيزه الاكل. يعني ما كانش بيمسك الموبايل الا في مكان معين،
هيبقى تحدد مكان معين تمسك فيه الموبايل، تستخدم فيه الموبايل خارج اطار الشغل وخارج اطار العمل اللي انت تتصفح الاشياء والكلام ده. ديت هيقلل جدا 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 من وقتك على السوشيال ميديا، بالتالي هيزود تركيزك ومعدل تركيزك. جرب الحوار دوت، يعني جرب الموضوع دوت معاك لقدام اسبوع او اسبوعين، هتلاقي انت تركيزك كامل، تركيزك كبير، تركيزك عالي. طيب بالنسبة للناس اللي شغلها على الموبايل، الناس ديت انت عندك مثلا ممكن في بعض الابلكيشن، تمام، الابلكيشنز اللي انت ممكن تخليها تنزلها من جوجل بلاي او اب ستور، بتقفل الابلكيشن اللي هي بتاعت السوشيال ميديا، وهكذا بتقفلها. مثلا بتحدد الوقت من وقت كذا لكذا انا بذاكر فيه مثلا، فبالتالي الوقت من كذا لكذا بتحدده اللي هو يقفل النوتيفيكيشن او يقفل الابلكيشن ذات نفسه، بالتالي انت ما تعرفش تخش على الابلكيشن دوت. فطبعا انت لازم تبقى اول حاجه تكون محدد امتى وليه هتمسك الموبايل، وبالتالي اهمهم فين هتمسك الموبايل. طبعا لازم تكون محدد كل دوت وظابط عليه اي حاجه. طيب لو حد رن عليك بقى، لو انت جيت بدات تذاكر، حد رن عليك وكلمته، والله انا في الوقت، رد عليه عادي، والله انا في الوقت الفلاني انا مش فاضي حاليا، لما اخلص الساعه كذا انا هكلمك. فده بالتالي هيديك فرصه اكبر ان انت تذاكر. بالتالي الشخص ده لما يجي يرن عليك هيبص في ساعته، والله انا عارف ان فلان في الوقت ده مشغول فانا مش هرن عليه. فديت كانت حل للمشكله التانيه اللي هي السوشيال ميديا. عرفت هتعمل ايه؟ هتبطل تحاول تمسك التليفون في مكان ووقت معين، وهكذا. لكل مشكلة هتلاقي ليها حل. لو فكرت في التشتت هتلاقي ايه الحاجات اللي حواليك، ايه هي اللي بتشتتك، وهتحاول تقفلها. مثلا انا بيشتتني اللي انا ببقى مش واكل كويس او مش مذاكر او الكلام، او اللي انا مثلا ما حضرتش الحاجة الفلانية او ما عملتش او الى اخره، فبدور على المشكلة ايه وابدأ احلها. في النهاية انت لما تقلل السوشيال ميديا، فبالتالي دوت هيزود من تركيزك، بالتالي لان السوشيال ميديا بتدخلك في زون القلق والتوتر وعدم التركيز والسرحان الدائم والمقارنة. ديت أسوأ حاجة هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديو لوحدها. المقارنة اللي تقارن نفسك مع غيرك بتدخلك في كذا حاجة، اللي انت قلقان ومتوتر وكئيب، وفي كل حاجة وحشة بتدخلك فيها. فان شاء الله لازم أن تبقى انت عارف المشكله فين، مشكلتك فين اللي بيشتتك اكتر، وتشوف الحل بتاعها ايه. وبما انك وصلت لحد هنا، انا اشكرك واحييك من قلبي، من اعماق قلبي، واقدر اقول لك بس كده.